عين جالوت خلصت، بس القصة ما خلصتش. بعد الهزيمة المغول ما اختفوش من التاريخ، لكن لأول مرة حدودهم بتقف. ما بقوش القوة اللي بتدخل بلد وتخرج منها من غير مقاومة. وفي المقابل المماليك كمان ما اكتفوش بالنصر، وبدأوا يثبتوا حكمهم ويعيدوا تنظيم الشام ومصر بعد سنين من الخوف والانهيار. القاهرة بقت مركز القرار في المنطقة، مش بغداد ولا دمشق. ومن هنا بدأ توازن جديد للقوة في العالم الإسلامي. المهم مش إن المماليك كسبوا معركة، المهم إنهم غيروا شكل اللعبة، أوقفوا التوسع المغولي وحاموا قلب العالم الإسلامي. وكمان أثبتوا إن الجيوش اللي بتقوم على الانضباط والعقيدة تقدر تهزم أعنف إمبراطورية عسكرية عرفها التاريخ. عين جالوت ما كانتش نهاية حرب، دي كانت بداية عصر اتبنى على فكرة واحدة بس، إن التاريخ مش بيكتبه الأقوى، التاريخ بيكتبه اللي يعرف يقف في اللحظة الصح.